عملنا التريكات دي وهتلاقي نفسك طالع من رمضان خاسس وانت ما عملتش اي رجيم قاسي ولا عملت اي حرمان. طب انا كده ممكن اكل البط، ممكن اكل فراخ، ممكن اكل محشي، ممكن اكل لحمه، ممكن اكل سمك، ممكن هاكل كل الاكل اللي هيتحط قدامي وهخس. لو عملتوا التريكات اللي انا قلت لكم عليها دي هتطلعوا من رمضان خاسين وانتم مش عاملين دايت. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. بمناسبه رمضان وان شاء الله هنطلع منه خاسين ودايما بصحه وسلامه. هقول لكم بقى على حاجات وتريكات لو عملناها نخس ونطلع منه خاسين بوزن احسن وبرشاقه وما نطلعش تخان زي كل رمضان ما بيعدي علينا. هنبدا يومنا على بلحه او 3 بلحات وناخد شوربه خضار، شوربه لحمه، شوربه فراخ. المهم ان احنا نبدا يومنا بشوربه، وطبعا هناخد البروتين بتاعنا سواء كان مشوي او مسلوق او متحمر في الاير فراير. وهناخد السلطه، وكميه السلطه لازم تكون طبق لوحدها وناكلها، ولازم نهتم بالسلطه كويس. والخضار بتاعنا والرز طبعا سواء كان رز او مكرونه او فريك او برغل، كل الحاجات البدايل دي معانا. بس طبعا الكميه بتاعتنا زي ما احنا قلنا هناخد الطبق نقسمه بعينينا، ناخد نصه خضار ونص التاني هنقسمه نصين، النص البروتين ونص نشويات. لو عملنا اللي انا قلت لكم عليه ده هتطلعوا من رمضان نازلين 10 كيلو بدون اي رجيم. طب انا دلوقتي لو انا عايزه اخد عصاير او مشروبات هشرب ايه؟ ممكن تشرب حاجات كتير قوي. العرق سوس معانا حلو، والتمر الهندي حلو، بس اوعوا تحطوا عليه سكر. لو حطينا سكر نحط لا اما معلقه سكر واحده او عسل نحل. بس طبعا ده هيتوقف على نظام الدايت بتاعك وسعراتك وحرقك، مش اي حد ياخد الكميه دي. طب انا لو عايزه اخد سناك صحي ممكن اخد ايه شبعني؟ اخد كبشه مكسرات نيه، او ممكن اخد ثمره فاكهه سواء بقى كانت تفاحه او برتقانه، او هاخد مثلا زبادي عليها بذور شيا. المهم ان انا ملخبطش في الحلويات واروح انقنق كتير. طب انا دلوقتي لو انا عايزه اروح اصلي التراويح، ينفع ان انا بعد ما اصلي التراويح اطلع اكمل وجبه الفطار بتاعتي لو انا ما كملتهاش؟ لا، الحاجه دي لو عملتها هتلاقي نفسك بتتخن وانت مش عارف انت بتتخن ليه. بعد التراويح ممنوع تاكل. طب انا دلوقتي عايزه اتسحر يا دكتوره، اتسحر ايه؟ ما احسش ان انا عطشان قوي وقت الصيام. اتسحر كوبايه زبادي وعليها افوكادو ومعلقه بذور شيا، ولازم اسيبها ساعه او ساعتين في التلاجة قبل ما اكلها. وبعد ما اكلها لازم اشرب ميه كتير، واخد معاها نص رغيف وبيضتين. ده هتخليك شبعان وقت طويل، وفي نفس الوقت انت خدت كل الفيتامينات اللي جسمك محتاجها. طب لو انا ما بحبش الافوكادو وعايزه اخد حاجه تانية، اخد ايه؟ هاخد واحد زبادي يوناني عليه معلقه بذور شيا، ومعاه موزه او تفاحه، معاه نص رغيف جبنه. ده هيبقى كده تمام خالص معايا وهيشبعني وقت طويل، وفي نفس الوقت مش هيعطشني طول فتره الصيام. طب انا ما بحبش بذور الشيا وعايزه اخد شوفان، تمام، هناخد منه معلقتين شوفان على الزبادي، وهاخد معاها ممكن اخد معاها لوز او عين جمل، بس مش هزود عن 5. بس لازم نشرب ميه كتير من وقت الفطار للسحور علشان اعوض جسمي عن نقص الميه اللي انا ما بشربهاش طول اليوم. خلي بالكم ان الصيام هيفيدنا قوي لو احنا عملنا التريكات دي، وهتلاقي نفسك طالع من رمضان خاسس وانت ما عملتش اي رجيم قاسي ولا عملت اي حرمان. طب انا كده ممكن اكل البط، ممكن اكل فراخ، ممكن اكل محشي، ممكن اكل لحمه، ممكن اكل سمك، ممكن هاكل كل الاكل اللي هيتحط قدامي وهخس. لو عملتوا التريكات اللي انا قلت لكم عليها دي هتطلعوا من رمضان خاسين وانتم مش عاملين دايت. كل سنه وانتم طيبين. ولو وصلنا لحد هنا عايزاكم تكتبوا لي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وندعي او نذكر ربنا في الكومنتات بحيث ان احنا ناخد حسنات دايما، وكل ما حد يقرا الكومنت ياخد حسنه زياده. طب انا دلوقتي عايزه اقول لكم برده على حاجه، لو في ناس بتحب ان هي تاخد حاجه مسكره، طبعا هناخد حاجه مسكره، ده رمضان مليان بالمسكر، بس نخلي الحاجه دي مش كل يوم، يعني مثلا مرتين في الاسبوع، 3 بالكتير، لكن مش كل يوم اخد حاجه مسكره. اعراض الانسحاب بتاعه القهوه الصبح بتلاقي نفسك مصدع جامد ومش شايف قدامك، تعمل ايه؟ تاخر كوبايه القهوه على الفطار. ده هيخلي جسمك ان هو يتعود ان انت خلاص ما بتاخدش القهوه الصبح،
تدريجيا جسمك هيتعود، فمش هتحس خالص ان انت عندك صداع ولا اي حاجه. ولو لقيت الصداع شديد جدا، شوف انت مشكلتك في ايه. ممكن يكون عندك انيميا، ممكن يكون عندك وجع في الفقرات العنقيه، فلازم نشوف ده سببه ايه. لكن لو انت بس عشان الكافيين، فاحنا لو ظبطنا جرعه القهوه بتاعتنا ان احنا خدناها بعد الفطار، خلاص المشكله بتاعتنا هتتحل. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ودايما خاسين.